أعزائي مشاهدي هرم مصر، أهلا بكم. نحن الآن نحدثكم من داخل حفل تخرج كلية النقل الدولي واللوجستيات ضمن الفعاليات التي تقيمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويضم الحفل خريجين ينتمون إلى 12 دولة عربية وأجنبية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والأستاذ الدكتور سعد الهيوشي وزير النقل، والأستاذ الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي. والآن سنبدأ معكم مراسم الاحتفال. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في جمهورية مصر العربية باسمكم بنرحب بضيوفنا الأعزاء. كلمات الخريجين يلقيها باللغة العربية الخريج طلعت أشرف رفعت حلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أكبر الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد. معالي الأستاذ الدكتور سعد الهيوشي وزير النقل، سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، أساتذتنا الأجلاء، آباءنا الكرام، أمهاتنا الفاضلات، الإخوة والأخوات، الخريجون والخريجات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي وزميلات الخريجين والخريجات أمثل أمام
هدية تلقيها الخريجة أسماء أيمن العجل. President of the Arab Academy for Science, Technology and Maritime Canada. His Excellency Professor Sami Yushi, Minister of Transport. Honorable Deans and Professors, faculty and staff, ladies and gentlemen, and of course you guys, the graduating class of Logistics 2015. Welcome everyone to this joyous occasion. I would first like to express my deep gratitude to our beloved Academy, our professors, TAs, administrative staff, and all who helped us come to this great moment. Thank you, our teachers and mentors, for sharing your time, talent, and knowledge with us. Yes, we know it was your job to do it, but what you did for us went beyond the call of duty. I would like also to thank our beloved mothers and fathers for all that they did for us. Thank you so much. Dear colleagues, live the life you desire. It's right there in front of you. In order to achieve it, you must see it and believe in it. And in my opinion, a solitary fantasy can transform immediate reality. Nowadays, logistics is the center of attention and a very important field following the grand achievement of opening the new Suez Canal in Egypt. The new Suez Canal in Egypt has two responsibilities. One of them has to do with the government, and the other one is ours. Yes, it's the responsibility of the graduates of the unique College of Logistics of the Arab Academy. This project will be our opportunity of implementing the great and new ideas we learned along our years of study. Congratulations and thank you. السيدات والسادة، أبناؤنا الخريجين، الحفل الكريم، لقاؤنا الآن مع سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأستاذ الدكتور سعد اليوشي وزير النقل، أستاذ الدكتور عطا الله حشاد نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب، أستاذ الدكتور نادر إبراهيم عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات القاهرة، أصحاب السعادة، السفراء، أعضاء الشركة الدبلوماسي، السيدات والسادة، أهالي الخريجين، الخريجات والخريجين الأعزاء، الحضور الكريم، تحية طيبة عطرة من القلب وبعد. اليوم أقف أمام جيل جديد، أمل جديد. التقينا اليوم لنحتفل معا بتخريج دفعة جديدة من أبناء الأكاديمية في تخصص أو تخصصات النقل الدولي واللوجستيات. كوكبة هم زهرة شباب الوطن، زهرة شباب الأمة العربية، زين عقولهم بالعلم الذي تلقوه على أعلى مستوى من اليوم، وارتقت أنفسهم بالاقتداء بخيرة الأساتذة في كافة المجالات. نحتفل اليوم بتخريج نخبة متميزة من خريجي الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري من 9 دول هم السعودية، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، ليبيا، مصر،
تمثل العربية هذه الكوكبة والمجموعة المتميزة من الخريجات والخريجين، وأطلب من كل الحضور الكريم تقديم التهنئة لهؤلاء الشباب المتميزين. أقف أمامكم وأرى في أعينكم فرحة الإنجاز، وأرى في أعين من رافقكم اليوم من أم وأخ، أخ وأخت، قريب وصديق. أرى فرحة من أثبت صدره نجاح من يحب، وأضم إلى هذه المشاعر ما يعيش به صدري اليوم من أحاسيس فياضة قد لا نجد كلمات تحسن التعبير عنها. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل أم وكل أب، لأصحاب التضحية، لمن بذل، لمن سهروا الليالي حتى يروا أبنائهم اليوم على منصة التتويج. أطلب من أبنائي وبناتي أن يقفوا جميعا تحية وتقديرا وإجلالا للآباء والأمهات. إنهم الآباء والأمهات أصحاب الفضل الحقيقي الذين ضحوا وبذلوا الجهد والعرض ولم يبخلوا عليكم بشيء، فلتظلوا أوفياء لهم فلا تبخلوا عنهم بشيء، فهم ضحوا كثيرا من أجلكم، واليوم حان وقت تكريمكم. شكرا لكل أب، شكرا لكل أب. أبنائي بناتي، اليوم ليس نهاية طريق مرحلة، اليوم بداية طريق لمستقبل طويل. ندعو الله عز وجل أن يكلمنا بسلسلة منتظرة الحلقات من النجاح والتفوق، وبالطبع سينعكس نجاحكم هذا على نمو وتقدم وطننا العربية. إن الأكاديمية تسعى دائما لتوفير كل ما هو جديد وكل ما يتطلبه الزمن المعاصر من أدوات للنمو والتطوير، كما تسعى لتطوير المناهج التعليمية لتتفق مع كل ما هو جديد استرشادا بالبرامج المختلفة للجامعات العالمية. ولا ينتهي دور الأكاديمية عند تقديم الدرجات العلمية في المجالات المختلفة، وإنما أيضا تقوم بتوفير فرص التدريب لتوسيع آفاق طلابها وخبراتهم العلمية والعملية والثقافية والاجتماعية، عن طريق توفير فرص متعددة لزيارة جامعات في أوروبا وأمريكا وكندا والصين من خلال اتفاقات التعاون المبرمة مع العديد من الجامعات الموجودة. أبنائي بناتي الأعزاء، تمر مصرنا وعالمنا العربي بفترة تشوبها الكثير من التحديات في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومع هذه التحديات تعظم قيمة النجاح وتزداد أهمية المثابرة والتميز. اليوم ينتهي دور الأكاديمية للمرحلة التعليمية التي فرغتم منها بنجاح، ومع نهاية هذه المرحلة تبدأ رحلتكم التي تمكنكم فيها تحقيق النجاح الذي من أجله خطوة سنوات الدراسة للتسلق بالعلم لمواجهة تحديات اليوم والغد. ومع هذه التحديات يكبر وتزداد أهمية الدور الذي ستلعبونه في بناء أوطانكم. لذا سابروا على العمل وانهضوا بأنفسكم غير متكاسلين بالنهوض بأوطاننا. أبنائي الأعزاء، إنني على ثقة أنكم ستكونون خير سفراء لنا من الناحية المهنية والأخلاقية والمزاج، وأؤكد لكم أن الأكاديمية ستكون دائما داعما لكم طوال مشواركم المهني، فالعلاقة لم ولن تنتهي بينكم وبين أكاديميتكم، ونحن على أتم استعداد لتقديم المشورة لكم دائما. اليوم بدأت رحلة الكفاح لكل خريج من خريج الأكاديمية. اليوم هو أول يوم في مهمتي بنشر ما تعلمه واستطاع ليفيد به العالم ويأتوا به نحو المجتمع. أبنائي بناتي، لقد
تخرجتم من كلية تعتبر هي الوحيدة في المنطقة بأكملها، ألا وهي كلية النقل الدولي والارتياد. مجموعة متميزة درست أرقى ما في علم النقل متعدد الوظائف واللوجستيات. أطلب منكم أن تؤدوا جميعا دوركم في خدمة وطنكم مصر الحبيبة، مصر الغالية وأمتكم العربية، فلنقف جميعا دعما لوزارة النقل المصرية التي نأمل لها في المستقبل القريب تحت قيادة معالي الأستاذ الدكتور سعد الديوشي. كل التوفيق. وأهنئه بكل قلبي وأدعو له بالنجاح والتوفيق في مسيرته بإذن الله. أعزائي الآباء والأمهات أولياء الأمور، تحية خاصة تهنئة من القلب. الآن تحقق الحلم وغدا ستتحقق أحلام أكبر تصحبنا أفراح أعظم. تهنئة من القلب لكل أم وأب على خير إنجاز لها. فاليوم هو قصف ثمار تعب وعناء سنين من أجل العبور بالأبناء والبنات إلى ما يعينهم على مواجهة التحديات والصعاب والتغلب عليها. كل التقدير والاحترام لكل من بذل جهدا لتخريج هذه الباقة من ظهر الشباب الأكاديمية. أتقدم بالتحية لكوكبة متميزة من أعضاء أي التدريس بالأكاديمية لم يبخلوا على أبنائكم بشيء. لهم منا جميعا كل التحية وكل التقدير. أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من العاملين لا يكلون ولا يملون ويبذلون أقصى جهد من أجل رفعة شأن الأكاديمية. لأسرة الأكاديمية بالكامل مني ومن زملائي كل التحية وكل التقدير. في النهاية أتقدم بجزيل الشكر لمعالي الوزير الدكتور سعد الديوشي على تشريفه لحفلنا الكريم وعلى اهتمامه ودعمه للأكاديمية لتظل صرحا شامخا يفتخر به عالمنا العربي. كل الشكر والامتنان والتقدير إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي الدكتور نبيل العرب لدعمه المستمر لمسيرة الأكاديمية، وأدعو لكم بالتوفيق في مهمته الصعبة في قيادة العمل العربي المشترك. إلى الجميع كل الحب وخالص الأمنيات بغد المشرق لمصرنا ولأمتنا العربية. ختاما أقول وداعا لكم أبنائي وبناتي، ولكن أقول إلى ملتقى قريب بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع إلى فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استأذنكم نيابة عن أسس الأكاديمية في تقديم درع الأكاديمية لمعالي الوزير الأستاذ الدكتور سعد الديوشي. واللقاء الآن مع معالي الدكتور سعد الديوشي وزير النقل. فليتفضل. حلاوة الفهد من أجود أنواع السمسم عملناها والثمان أصناف قدمناها. الفهد أول حلاوة بالقرفة في مصر. الفهد أطعم من أطعم حلاوة. الأوطان نخبة متميزة، زهور تتفتح من أبناء الوطن وأبناء الأمة العربية
أفريقية نيجيريا في تخصص نادر. أهنئكم أبناؤنا الطلاب على اختياركم الموفق في هذا النوع من الدراسة، وأهنئ أسركم وأحبابكم على دعمهم لكم في هذا الاختيار. اختيار الناضج في تخصص نادر، وسأشرح ببساطة ما نحن فيه من تقدم وما نحن فيه من تحقيق ازدهار أوطاننا جميعا. بصفتي وزيرا للنقل، صناعة النقل في مصر صناعة متعددة الوسائط كما ذكر الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، ونحن ننفتح الآن على العالم، ونحن الآن في منافسة شرسة على أن يكون لنا دور في منطقتنا العربية وبين كل دول العالم. كما تعلمون جميعا احنا النهارده بنفتح تقليد قناة السويس بالخطاطم. عندنا موانئ على سواحل البحر الأبيض والبحر المتوسط الأحمر. الدول العربية كلها النهارده لها أبناء يتخرجوا لهم سواحل ويشتركون معنا في صناعة النقل البحري وصناعة اللوجستيات وصناعة النقل متعدد الوسائط. أنا طبعا بشكر الدكتور إسماعيل، مش عارف آخد كم واحد من الناس الموجودين، هاخدهم عندنا وزارة النقل والمواجهة والنقل. يعني هو تعب في تربيته علميا وأنا باخد عجائز، وهو هذا الحل الوطني. أنا بشكره طبعا وبشكر أعضاء التدريس. أنتم جميعا يعني كم من الخريجين يتخرجون في كليات أخرى وفي معاهد أخرى ولا يعلم له طريقة، ولكن خريج كلية النقل الدولي واللوجستيات يعلم طريقه من أول يوم ومن أول لحظة ومن أول دقيقة. أنا بهنيكم مرة ثانية وبقول إن أنتم لكم مكان عندنا. احنا عندنا النقل بأنواعه، النقل البحري، النقل البري، النقل النهري، كل أنواع النقل متعدد الوسائط، ودي الهدف في الشيء اللي احنا بننميه في الوطن وبننميه على مستوى وطننا العربي، وبنتكامل مع وطننا الافريقي، وانتم ان شاء الله هتكونوا ذخيره سنستفيد منكم جيدا وتستفيدوا ايضا. مستقبل باهر انا بهنيكم بيه وبهني وزاره النقل ان انا بمثلها واتشرف بان اكون مسؤولا عنها، بان احنا بتنتج لنا ذخيره جديده تضيف الى عالم النقل واللوجستيات اضافه جيده واضافه تحسب. وزي ما ذكر الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار، هي كليه فريده من نوعها، وان شاء الله باذن الله سيكون الخريجين ايضا سفراء لهذه الاكاديميه ومتميزون وفريدون ايضا ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا، تهاني لكم جميعا، وهنئكم وهنئ وطننا العربي والافريقي على هذا الزخم المهني. وان شاء الله باذن الله الاكاديميه كما عودتنا وانا انتمي اليها كمدرس الاكاديميه ايضا، نفخر جميعا بكم، نفخر جميعا باسركم التي سندتكم، نهنئكم مرة أخرى، نتمنى لكم مستقبلا باهرا في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. والآن حان وقت الحصاد. تتفضل المهندسة أمية معروف عميد القبول والتسجيل في القاهرة إعلان السعودية، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، ليبيا، مصر، نيجيريا واليمن. يقع على الخريجين كلية النقل الدولي واللوجستيات لفرع مصر الجديدة 208 خريج، منهم 49 خريج من القسم العربي و159 خريج
ويبلغ عدد الخريجين من كلية النقد الدولي واللوجستيات فرع الدقي 69 خريج، منهم 35 خريج من القسم العربي و34 خريج من القسم الإنجليزي. ويشاركنا أن نبدأ مراسم لتكريم السادة أعضاء هيئة التدريس من المدرسين والمدرسين المساعدين الذين حصلوا على درجة الدكتوراه والماجستير. فقد حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الجودة الدكتور إسلام سالم، وحصل على درجة الماجستير في اللوجستيات والنقل الدولي الأستاذة دينا إيهاب عبد الله خطابي، والأستاذة رحمة محمد علي. بتحلم بمستقبل أولادك، بتحلم بفيلا ليك ولأسرتك. لو بتحلم بمكان يكون هادي وصحي وآمن وفي كل الخدمات، مولات، نوادي ومدارس للأولاد، يبقى لازم تحجز معانا قطعة أرض بالقادسية أمام الشروق بجوار الطريق الدائري الإقليمي أمام المركز الطبي العالمي. يعني تقدر تحصل على قطعة أرض شاملة جميع الخدمات وتحقق حلمك في المكان اللي هيوفر ليك ولأسرتك الحماية والهدوء. من شركة الصفوة جروب للاستثمار العقاري وتقسيم الأراضي. احصل على قطعة أرض مسجلة وكاملة المرافق وبالحراسة. ادفع 14,000 جنيه واستلم قطعة أرض بالقادسية. اتصل الآن على 011 222